قصة سوري في السعودية اسمه محمود محمد أبو عفارة. يقول يا أبو عبد العزيز أنا لي 18 سنة في السعودية، وكنت ساكن في منفوحة، وكنت ساكن في عزوبية مع ناس من جماعتي. يقول لفت نظري شايب سوري عمره في 70 سنة جارنا وما عنده أحد، والرجل هذا لا يسافر ولا يجي ولا يروح، وساكن له مع عزبة، وهالعزبة كلهم هم من جنسيته، ما أخذ له ويا واحد غرفة حتى مو من جنسيته، ولكن حالته المادية ضعيفة جدا، ومعه ونيت قديم ويروح الحراج بن قاسم. القصة هذه في منفوحة في الرياض، ويكد يودي مكيفات، لكن مظهره مظهر عز، تحس ان الرجل يعني منكسر. فيقول حاولت ادخل فيه، حاولت اتعرف عليه. يقول صار بيني وبينه تعرف بسيط، لكن اللي فهمته ان له فترة طويلة ما راح لأهله ولا يدرون عنها أهله. فيقول بعد 7 سنوات أنا جبت أسرتي واستأجرت بيت، وصار البيت اللي أنا مستأجره قدام العزبة اللي هو ساكن فيها. فيقول الرجل هذا خليته مشروع لي، أبى أشوف إيش مشكلته، وصل على 73 سنة. فقعدت أسأله وكثر عليه بالسؤال، اللي اتضح لي أنه من 1402 ما سافر برا المملكة العربية السعودية، وله قبل هالفترة 20 أو 25 سنة وهو في السعودية كان يسافر ويرجع. كان متزوج لبنانية وجاب من هاللبنانية 4 أولاد، 2 وولدين، وعايشين في سوريا. خوينا على فكرة من ريف حلب، واللي يعرف ريف حلب تراهم رجال بادية. يقول فجعلت هالرجل مشروعي. ليش هالرجل ما راح لها؟ لا، يقول اتضح لي انه كان عنده مشروع، والمشروع هذا خسر فيه وانكسر، ولا يبي يرجع لها وهو ما معه شيء، فانقطع عنهم من عام 1402 الى هذا التاريخ اللي هو قبل سنتين. 41 سنة 41 سنة ما يدعي عن 4 عياله، 2 ولدين وبنتين. طبعا القصة موثقة بصور بفيديوهات. يقول أنا عشت أنا ويا الرجل أسأله حتى إلين علمني بعض العلوم، بس ما علمني كلها. قلت يا أخي ما يصير. عرفت أنه من منطقة جنب درعا، قرية جنب درعا في سوريا. فيقول أنا عندي معلومات في التواصل الاجتماعي وفي البرامج هذه، ودخلت على موقع المدينة هذه اللي هو منها، سويت إعلان، قلت يا أخوان اللي يعرف فلان بن فلان الفلاني من هالبلد هذه يعلمني. يقول كان في عزاء والناس تعزي لهم واحد، وأنا دخلت وعزيت وذكرت اسم الرجال. يقول يوم جاء من بكرة ولا البرنامج حقي مليان بالرسائل. لا إله إلا الله. الرجال هذا تعرفه؟ الرجال باقي حي؟ الرجال؟ قلت الرجال حي وجاري وموجود وساكنين في الرياض وفي حي منفوحة. قالوا فلان الفلاني. قلت فلان الفلاني. قالوا نبغى نكلمه. يقول رحت له وما يدري. يقول يوم جيت في البيت يقول وافتح البرامج هذه اللي فيها اتصال مباشر، أثرهم 2 وعيال أعمارهم على 40 و45 سنة، لهم 45 سنة يظنون أبوهم متوفي وهذا أبوهم. لا إله. يقول والله يا عبد الله شوف المآسي والبكاء في الجهاز، ما يقدرون يكلمون أبوهم من غير بكاء، هو يبكي وهم يبكون، حتى اللي معه في العزبة جو يحسبوا فيه مشكلة. يقول فقمت قلت لهم يعني هذا أبوكم وهذا وضعه مزري، يعني يحتاج إنه عناية. قالوا نبغاه نشوفه، نبغاه لا يموت ولا إحنا ما نشوفه ولا هو إحنا يصير علينا شيء. يقول فبدأت في إجراءات. يقول أعطاني إقامة قديمة لها 25 أو 30 سنة ما جددت أيام الدفتر. يقول فرجعت قسم الترحيل ولا مبلغ وقدره حوالي 30 أو 27 ألف ريال، تكاليف تجديدات وغراماته. يقول الحمد والشكر لله جمعنا المبلغ هذا. فيقول يوم جمعنا المبلغ رحنا للترحيل. يقول أبدينا في إجراءات وعلمنا القصة هذه، والله وقفوا معنا وساعدونا. يقول فاتصلت على بنته الكبيرة وبلغتها، قلت ترى بكرة بيجيكم طبعا الرياض الكويت دمشق الساعة 7 المغرب بيكون عندكم في المطار. فيقول سبحان الله وديناه المطار وكنت معاهم بالتلفون. يقول يوم نزل المطار يقول القرية كلهم وعياله يستقبلونه في المطار. يا سلام. مصور بالفيديو موجود معي في الجوال، وتشوفون المنظر يا اخوان، منظر ما تتخيلون. يعني 40 سنة الولد راح ولد وابوه عمره 2 سنين، يرجع عمره 44 سنة. يقول والله يا ابو عبد العزيز يعني صور عجيبة، يعني التقوا وحبوا، والحين هو مزارع وصوره في المزرعة حقت عياله ومبسوط، ورجعت حياته من جديد. فأنا أقول يا أخوان لا يقتصر الأمر على عيالك وعلى نفسك، وعلى أحيانا أنت تتفقد جيرانك، تجد واحد حتى عامل عندك في البلد هذه موجود تتفقده وتحاول تحل مشكلته. عدله طاح.
بس ترى الصوت واضح يعني ما هو مشكله. فالشاهد في الكلام ان الواحد يتفقد الناس اللي حوله سواء عمال، حتى الهنود العماله من اي دوله، ترى في بعض الناس يمر بضائقه ما يدري عنها، يمكن ما يبي يروح اساس انه عنده فشل معين ولا عنده مشكله معينه. اسال الله العلي العظيم ينفع بهالقصه.